السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مولانا كيف الحال وكيف الأهل والعشيرة؟ الحمد لله. وها نحن نجتمع لقراءة القرآن الكريم كما طلبت منا في نهاية كل شهر. وها نحن بذاوية الشيخ إبراهيم بحي سابنغري قشوة نجتمع لقراءة القرآن الكريم امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى وأمر جدكم صلى الله عليه وآله وسلم، كما أمرتنا بلسانكم أن نجتمع في نهاية كل شهر لقراءة القرآن الكريم لطلب البركة والخيرات من الله تبارك وتعالى. اليوم نجتمع للتنفيذ ما أمرتنا بأمر من أمر جدكم صلى الله عليه وآله وسلم. وهؤلاء من كبار أتباع الشيخ رضي الله تعالى عنه في مدينة قشوة، ونحن معهم في هذه الزاوية نجتمع لقراءة القرآن الكريم امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى وأمر جدكم صلى الله عليه وآله وسلم. ونشكر الله تبارك وتعالى ونشكركم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدكم العافية وطول العمر بجاه جدكم صلى الله عليه وآله وسلم. وأخيرا أقول والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.